صباح الخير، يا رب يومك يبقى كله بركة إن شاء الله. جربت أزرع حاجات كتير لكن نسبة النجاح ضعيفة جدا. مفيش حاجة بتنجح غير الصدر والزيتون وحتى المورينجا. كنت فاكر إنها تستحمل بس ضعيفة شوية. جربت تمر هندي، ليمون، سفندي، حتى الرنج. في أمل في المورينجا لكنه ضعيف جدا، وقد نحتاج نلجأ للمورينجا العربي أو البان العربي، لكن لحد ما ده يحصل مش هنزرع حاجة غير زيتون. من الحاجات اللي اتعلمتها في زراعة الزيتون إن المفروض الشتلة تكون قصيرة، متزيدش عن 50-60 سنتي، لأن لما بتكبر قوي الجذور بتاعتها بتلف حوالين الساق وتخنقه، فالأفضل إنها تبقى شتلة صغيرة معداش عليها أكتر من سنة في المشتل. إن شاء الله هنحاول إن أي مكان نحش منه الشعير نزرع مكانه سورجم ولوبيا، هنحاول نطبق ده إن شاء الله على قد ما نقدر لحد ما نظبط كده ونلاقي الوقت المناسب لزراعة الاتنين. المشكلة إنه بالإضافة للملوحة المية فيها ريحة وطعم كبريت واضح جدا، وحتى الزيتون لما بيكبر لسن معين وأعتقد لما جذوره بتوصل لمستوى المياه الجوفية بيتحرق وبيموت خالص. الميزة بقى في إن احنا نزرع كل يوم حبة يدويا إنه الحصاد بيبقى دوري. يعني ده مثلا كان أول يوم زرعنا فيه، بعد كده بعدها بأسبوع، كده بعدها بأسبوع، فاحنا طول ما احنا ماشيين بنحصد للأرانب هنلاقي علف بينضج أسبوع ورا التاني. من مميزات طبعا تطبيق الزراعة المستدامة وعدم حرث الأرض. الحمد لله من يعني يمكن معرفناش نحصد فول السنة دي بسبب الملوحة. أنا شلت بس الأطراف فجذوره مازالت موجودة، فأتمنى إنه التأثير بتاعه على التربة في تثبيت النيتروجين يكون فعال. هو بيقولوا إن هو مش حل اقتصادي، بس عندي شكوك إذا ما كان هو فعلا حل اقتصادي، لأن المساحة دي كلها ممكن ما كلفتنيش كيلو فول. مش عارف نفس المساحة دي لو كنا كلفناها يوريا مثلا أو نترات شيدر كانت ممكن تاخد قد إيه وتكلفته كانت هتكون قد إيه. والميزة التانية برضو إن إحنا سيبنا البصل موجود، فبيقولوا إن البصل بيعمل كأنه مضاد فطريات ومضاد للبكتيريا، بيقاوم أمراض كتير، فربنا ييسر الحال إن شاء الله.